بمعنى بعض المشاكل اعترضت هؤلاء الأولاد، فصار كل مرة يمرض شخص. قد يكون إيمان ضعيف عند هؤلاء الأولاد، يعني اعتراض على قضاء الله وقدره، ربما فشلوا في حياتهم، ربما لم تتيسر أمورهم. لا نستعجل ونقول إن هذا سحر، إنما نحن نتخذ الأسباب. أولا دائما الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره. الرضا بقضاء الله وقدره ضروري للمؤمن. فالله عز وجل هو من عندكم الأرزاق، ولما يكون الأرزاق ليس الفقر، العلم رزق، والصحة رزق، والعافية رزق. فلهذا اتخذ الأسباب، وبعد ذلك لا بأس أن يعالجوا، أو بل واجب أن يعالجوا عند الطبيب حتى ينظر هل مرض عضوي أم لا. واتخذ الأسباب بالقرآن الكريم وبالرقية الشرعية وبقراءة سورة البقرة في البيت. فسورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها بأنها يعني بركة، وتركها حسرة ولا تطيقها مساء. سورة البقرة وتنفذ، وبعد ذلك تعطي هذا الماء يشربون منه ويغتسلون به. وقد عن الإمام الزهري أنه أرشد الذي كان عنده ربط السحر بأن يأخذ 7 ورقات من السدر ويدقها بين حجر، ليس شرط بين حجرين، المهم أن دقا جيدا. وبعد ذلك ثم يقرأ الآيات والأحاديث والأذكار التي تلقي بها، والتي تحصل الإنسان. يقرأ في الماء وبعد ذلك يشرب منها وكذلك هؤلاء الأولاد حاولوا لا تحدثوهم بالسحر وأنهم أصابوا السحر حتى لا يحدث له كثير من المرضى فقط وعقلهم ويستسلموا لذلك المرض. هذا هو المطلوب. ربي يا مروة إن شاء الله، هو عن سحر أو غير سحر، ربي يشفيهم إن شاء الله ولا يريكي بأسا أو ضرا إن شاء الله، ويفرج عليك وعليهم. فضيلة الدكتور، شكر الله لكم.